هاي حلوين، دي قناتي جديدة ان شاء الله هنزل لكم فيها فيديوهات زي ترتيب بيوت وترتيب بيوت بأساس مجاني او بباقات، وافتح معاكم باقات وهعمل معاكم روتينات وهعمل معاكم مسلسلات. هعمل مسلسلات طبعا جميلة. وانا نزلت الجدول بتاعي على القناة في المنشورات، خشوا شوفوه. وفي بنات دخلت على المنشورات قالت لي ممكن تعملي اول فيديو يبقى عن ترتيب البيوت، عن ترتيب الفيلا، يعني بأساس مجاني. وانا عملته بصراحة وعملته بشكل رهيب. يلا بينا اوريكم عملته ازاي. هنا اول حاجة الجنينة، حطيت شجر بصراحة ما حبيتش احط فيها حاجات كتير، حطيت العدد البسيطة دي. وهنا بقى اول ما دخلت حطيت سفرة من 5 كراسي بصراحة عشان نيجي من 5 افراد. وهنا بقى رصة المطبخ، الأساس بتاع المطبخ. بصراحة المطبخ شكله رهيب جدا، يعني بصراحة قولوا تدروا كام من 10. وهنا بقى حطت في التلاجة مرتباها طبعا جميل. وهنا اللي في الدرجة حطيت اللحوم وكده. وبقى دخلت على الحمام، ده الحمام طبعا حطيت غسالة وحطيت بانيو. وهنا بصراحة ما حبيتش ان انا اسيب الدرافز فاضي، قلت لازم احط فيها حاجات. مليتها بصراحة وحطيت هنا مكوى استشعار. وهنا مشيت بقى شوية وحطيت بقى الرفين دول، حطيت حاجات الغسالة يعني. وفوق كده حطيت مناديل وشامبوهات. ومشيت كده قدام شوية هتلاقوا الصالون. هنا بقى حطيت دفاية وحطيت ستارة وحطيت الانتريه وحطيت كده ترابيزة خليتهم شكلهم حلو. وحطيت شاشة وحطيت ستاير، واللي مش عارف الستاير دي فين هتلاقوها في فيلة النجوم في الصالون. وهنا بقى كده حطيت قعدة حلوة وحطيت كتب اللي عايز يقرأ كتب مثلا، أو يعني لو احنا خارجة هتاخد أكيد معاها شنطة يا إما وهتلبس كوتش. وبس كده هنمشي قدام شوية هنلاقي البسين أصدقائي. البسين بجد روعة بصراحة. ما حبيتش برضو حطيت في حاجات كتير، حطيت كده في كراسي وحطيت في شمسية. وكل ده طبعا من الديزاين اللي في المصمم. معانا طبعا المناظر ديت هتلاقوها في سكن الجامعة. والحوض دوت هتلاقيه في المصمم بتاع اليوجا. وبس كده يا أصدقائي، كده خلصنا الدور الأول وهنطلع بقى دلوقتي على الدور التاني. يلا بينا. ودلوقتي يا أصدقائي طلعنا الدور التاني. وهنا كده أول ما دخلنا الغرفة بصراحة حطيت كده كرسي حاجة بسيطة كده. وهنمشي قدام بقى كده حتى مشي في الأرض. وهنا حتى قاعدة برضو حلوة حتى الحتة دي. وهنا حتى السرير وحتى كتب جنب السرير وحتى كده فضل. وهنا أوضة السرير، أوضة السرير بصراحة جميلة وحلوة. بصراحة مكترة فيها حاجات كتير شوية بس هي حلوة. حتى هنا عند الدور أنا حتى كتب قراءة طبعا النوم. وبس كده أوضة. قولوا لي ايه رأيكم فيها. والشباك اللي ورا ده طبعا جايباه ان هم فضلا بردك. هنا بقى هندخل هنا هنلاقي المراية دي كده التسريحة. وحتى كده نوم كده على جنب. وهنا حتى كده الترابيزة دي حتى لها حاجات بسيطة. وبس كده هنا برضه حاطة حلقان وكاوتشات وجواكت. وبس كده يا أصدقائي خلصنا الدور التاني. يلا بينا نطلع الدور التالت والأخير. نركب الأسانسير ونطلع الدور التالت. وهنا بقى طلعنا الدور التالت يا أصدقائي. وبصراحة عملت أوضتين فيه، عملت أوضة للولد وأوضة للبنت. هنا بقى عملت أوضة للولد بسيطة باللون الأزرق. وهنا حطيت هدوم طبعا في الدولاب. وهنا حطيت له مكتب كده جميل يقعد يذاكر عليه. وهنا برضو حطيت شنطة جيم وسماعة وحطيت كتب يعني. وهنا حطيت الشنطة دي. وهنمشي قدام كده شوية هنلاقي أوضة البنوتة. وهنا بقى حطيت سرير ولونت كله بلون أنبا. وهنا برضو حطيت
قاعدة بسيطة كده، وورا برضك حطيت مكتب، وهنا بقى حطيت لها الشنط بتاعتها واللابتوب والكتب. وهنا بقى عملت هدومها، عملت رفوف لهدومها. بصراحة الرفوف دي أحلى من الدواليب الحقيقية بصراحة. وهنا بقى عملت لها، حطيت لها سكين كير وحطيت حلقان وخلاص كده. الأوضة دي كده خلاص، خلصنا الأدوار كلها. يلا بينا ننزل على الدور الأول تاني. ما تنسوش تقيموا شقتي إن كان من 10. الفيلا بصراحة قيموها كان من 10 في الكومنتات. بس كده يا أصدقاء، عملتلكوا جولة كاملة في الفيلا القديمة بأساس مجاني. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم متنسوش اللايك والاشتراك. ويلا سلام.